النتيجة ولكن أيضا الأداء الكبير للعناصر الوطنية دون استثناء. هناك في أرض قطر وغير بعيد عن قطر هنا في الإمارات العربية المتحدة تابعت الجماهير العربية، سواء تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين هنا في الإمارات العربية المتحدة أو حتى المغاربة الموجودين هنا في الإمارات من أجل السياحة أو مهام إلى غير ذلك، وحتى أيضا أفراد الجاليات العربية المتواجدة هنا تابعوا بكثير من الحماس والشغف مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الإسباني. عاينا طاقم القناة الأولى عاين في منطقة المشجعين هنا في أبو ظبي هذه المباراة التي شهدت حضور المئات من المشجعين، سواء المغاربة، العرب، الأفارقة أو الآسيويين وحتى من جنسيات أخرى. الكل تفاعل مع المنتخب الوطني وتعاطف مع المنتخب المغربي عطفا على الأداء الذي قدمه في دور المجموعات. وطبعا المنتخب المغربي لم يخذل الجماهير المغربية والعربية، وكانت النتيجة إيجابية والتأهل إلى الدور المقبل لمواجهة البرتغال على الأرجح التي تتفوق الآن أمام المنتخب السويسري. ومعي هنا في مدينة أبو ظبي جانب من الجماهير المغربية إلى جانب أشقاء من دول عربية أخرى شاهدوا المباراة وخرجوا من أجل الاستمتاع بهذا الفوز وأيضا الانتشاء أيضا بهذا الفوز. ومعي هنا جانب من الجماهير، معي إحدى المغربيات المقيمات هنا بدولة الإمارات العربية. كيف جاك الأداء ديال المنتخب المغربي اليوم وهذه النتيجة الإيجابية؟